اهلا بيكم. انا دكتور محمود رسلان، والنهارده 11 رمضان. كتير من الناس بتستخدم شراب الدوالي لتحسين مظهر الاورده، ولكن لازم تعرفوا ان شراب الدوالي مش علاج فعلي للاورده الضعيفه، هو بس بيخفف المظهر والاعراض مؤقتا بدون ما يعالج السبب الرئيسي. السبب الرئيسي اللي هو ضعف صمامات الاورده واللي بتمنع رجوع الدم للقلب، وده بيؤدي الى الارتجاع وظهور الدوالي. الوقايه بتبدا من تعديل نمط الحياة عن طريق زيادة الحركة والترطيب المناسب وتنظيم النظام الغذائي لتقليل الدهون والسكر، وطبعا ده بيكون للوقاية مش للعلاج. كمان المنتجات التجميلية اللي هي زي سيرم الدوالي ملهاش أي أساس علمي سواء كان في الوقاية أو في العلاج، لأن ملهاش أي تأثير سواء على تحسين الدورة الدموية أو علاج السبب. بالتالي تحسين صحة الأوعية الدموية والوقاية من الدوالي محتاج تغيير شامل في عاداتنا اليومية، مش مجرد استخدام شراب الدوالي. طب إيه دور الأدوية المضادة للتجلطات في الوقاية من الجلطات؟ استنونا بكرة.